يا اخوانا، دي فعاليات الدورة السابعة للملتقى الوطني والدولي لمدرسة القرآن الكريم في اقليم دارودانت في المغرب. المدرسة دي مدرسة القرآن الكريم سنويا بتخرج آلاف الحافظين او آلاف حافظين وحافظات لكتاب الله، ما شاء الله اللهم بارك. مش بس من السنة للسنة، ده تقريبا شبه اسبوعيا بيكون عندهم فعاليات عبارة عن مسيرات في الشارع، موكب حفظت كتاب الله ما شاء الله اللهم بارك. يا اخوانا شوفوا كميه الفيديوهات، كل دول حافظين كتاب الله ما شاء الله اللهم بارك. واحسن حاجه في الموضوع جمال اللبس بتاعهم، هدوءهم هاديين قوي، شكلهم عسل. كمان عندهم تنظيم مش طبيعي ما شاء الله اللهم بارك. مغرب الايمان وحفظت القران، الله اكبر، برافو عليكم ما شاء الله. كمان المغرب هي اكتر دولة اسلامية في العالم كله عندها حفظت كتاب الله. كمان الشعب المغربي هم اكتر شعب اسلامي في العالم كله عندهم تقديس واحترام للقران الكريم بطريقه مش طبيعيه يا اخوان، لدرجه ان المغرب هي الدوله الاسلاميه الوحيده في العالم برضو اللي كل يوم بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر بيتلوا القران في كل المساجد الموجوده في المملكه المغربيه الشريفه. اكتبوا لي رايكم في الموضوع، ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. تحياتي ليكم حبايب قلبي. الاقليم ده كلهم حافظين القران، ده بعد كده لو حد غلط في المغرب على فنزويلا هتخش النار يا صاحبي. حبايب قلبي، سلام.